اتأخرنا احنا كتير صح؟ كتير قوي. اسفين جدا بس ده لظروف الدراسة. ما علينا، يعني نخش في موضوعنا. هو فيديو النهارده مختلف شوية عن كل مرة. هو مش ملخص لسلسلة، انت بس هتعرف معانا النهارده اسرع 10 شخصيات في عالم دي سي. المهم يعني ما تنساش تعمل لايك برضه وسبسكرايب عشان تشوف الحلقات الجاية، وتشير الفيديو مع اصحابك عشان يشوفوه. ومن غير رغي كتير يلا بينا على الفيديو بتاعنا. رقم 10 معانا ذا فلاش جاي جاريك. ممكن يكون جاريك اتفوق عليه كتير من السبيدسترز اللي جم بعده، بس طبعا يستحق مكان في الترتيب باعتبار انه فلاش الاصلي. اكتسب سرعته بعد تجربه ابخره ميه، وكان من ابطال العصر الذهبي، وكان من اشهر اعضاء جاستس سوسايتي اوف امريكا. في الاول ما كانش ليه صله بسبيد فورس، بس ده اتغير بعد ظهور باري الين. جاي جاريك تقريبا بيجري بسرعه 20 ضعف سرعه الصوت، ودي حاجة كبيرة جدا برضو. رقم 9 معانا بقى لايت ري. على الرغم من كونه واحد من أسرع الشخصيات في دي سي، معظم الناس ما تعرفوش. هو واحد من النيو جادز في نيو جينيسيس. عنده مجموعة من القوى، مش السرعة بس، يعني السرعة دي قوة من ضمن القوى اللي عنده، بس من ضمن القوى اللي عنده الخلود والقوة الخارقة والقدرة على توليد الطاقة الشمسية، بس أكتر قوة مميزة ليه هي السرعة. خدم كعضو في الجاستس ليج، وبغض النظر عن سرعته الكبيرة، لو قابل خصم أقصى شوية هيبقى في المرتبة التانية. رقم 8 معانا ريد ديث. ريد ديث هو واحد من أكتر المتسارعين المخيفين في عالم دي سي. بينحدر من إيرث 52، وخدم كواحد من الدارك نايتس تحت قيادة باتمان هولافس. ولو ما تعرفش مين هو باتمان هولافس فاحنا عملنا عنه حلقتين، هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. المهم يعني هو نسخة مش تمام كده من بروس وين، ومصمم انه يقضي على الشر في مدينة جوثام مرة واحدة وللأبد. اكتسب سرعته دي بعد ما دمج نفسه مع باري ألين، واللي أدى لتدمير جسد باري ألين وسرقة علاقته مع سبيد فورس. الحاجة الوحيدة اللي موجودة زي الخازوق في قدراته ان وعي باري لسه في راسه وبيحاول يهرب او يعيد السيطرة. رقم 7 معانا هو جاد سبيد. بعيدا عن الضحك اللي اتقدم عن الشخصية في مسلسل ذا فلاش، بس هو في الكوميكس واحد من أسرع وأخطر المتسارعين في دي سي. كان زميل باري ألين في السي سي بي بي. انطلق أوجست هارت وهو في اللاوعي ضد كل مجرمين سنترال سيتي لما حصل على قوته أول مرة. جاد سبيد سريع جدا لدرجة إنه عرف يفوز على باري ألين، وباري ما قدرش يطيح بيه في البداية إلا بمساعدة والي ويست. غير سرعته العالية جدا، يقدر جاد سبيد يسرق سرعة المتسارعين التانيين وإنشاء نسخ منه. بقى كويس شوية بعد كده وبقى أنتي هيرو، وده قبل ما ريفرس فلاش يقتله. رقم 6 معانا بلاك ريسر. في ظل ان نيو جادز معاهم لايت راي ودارك سايد وقوات ابوكليبس، معاهم بلاك ريسر. هو في الاصل كان طبيب بيطري في حرب فيتنام، واسمه ويلي ووكر. تشبع بقواه المظلمه من قبل دارك سايد، وبقى يتشاف انه تجسيد للموت. باستخدام زلاجته الكونيه اللي بتديله سرعه لا نهائيه، بلاك ريسر يبقى حاصد ارواح نيو جادز وبيطاردهم عند نقطه الموت، وبياخدهم للحادث في العالم السفلي. عمل كده مع دارك سايد نفسه في فاينل كرايسيس. غير سرعته المخيفه ولمسه الموت بتاعته، ممكن يستحوذ على متسارع تاني زي ما عمل في مره مع باري ألين. رقم 5 معانا هو بلاك فلاش. بيقولوا انك ما تعرفش تتجاوز الموت، وفي الحاله دي صح فعلا لما الامر يتعلق ببلاك فلاش اللي بيشبه بلاك ريسر، بس هو حاصد الموتى في سبيد فورس، وبيظهر للمتسارعين لحظه وفاتهم عشان ياخدهم معاه للسبيد فورس. يعتبر تجسيد للجانب المظلم من سبيد فورس. باري ألين تولى دور بلاك فلاش مؤقتا في الماضي، وفي المسلسل تمت معاقبه زوم على افعاله انه يبقى بلاك فلاش. رقم 4 معانا سوبرمان. على طول سؤال مين اسرع سوبرمان او فلاش بيتسأل، وعلى طول بتستخدمه الشركه لاثاره الجدل، واخرها كان في جاستس ليج 2017. لما بيتسابوا في الكوميكس معظم الوقت بيظهر فلاش في المقدمه، وده بعد ما بيضغط على نفسه وبيتجاوز الحدود. بس كون سوبرمان يوصل لسرعه قريبه من سرعه فلاش، فده يدل على ان سرعه سوبرمان عاليه جدا. نيجي بقى لرقم 3 معانا، واللي هو ريفرس فلاش او ايوبردثون. في ظل وجود كل اعداء فلاش زي زوم وجاد سبيد وريد ديث، ثون هو اللي على طول هيفضل العدو النهائي لفلاش، نظرا لانه مدعوم بنيجاتيف سبيد فورس، واللي بيخليه في نفس سرعه باري او اسرع كمان. ثون هو العدو اللي فلاش ما يقدرش يهرب منه ابدا. ثون حاول يدمر حياه باري بكل الطرق، مع ذلك اجبره انه يبقى بطل افضل واسرع بخلقه للمنافسه. نيجي لرقم 2 معانا ذا فلاش، واللي هو باري ألين. باري ألين أسرع رجل على قيد الحياة، يعتبر التجسيد الأكثر شهرة لفلاش، هو أول إنسان ليه اتصال بسبيد فورس. باري بقى أسرع بمرور الوقت، فضل يدفع نفسه لوراء حدوده، وفهم بشكل احسن علاقته مع قوه السرعه. في اخر ريبيرس اتعمل لكون دي سي، وضحوا ان باري هو اللي انشا السبيد فورس اللي اتولدت لما اتصعق بالبرق
في مختبره الكيميائي اللي ادت له قدراته، القدرات اللي بتتضمن مزايا ما بتتعدش زي السفر عبر الزمن والسفر في المالتيفيرس. رقم 1 معانا بقى ذا فلاش والي ويست، الفتى المدلل للسبيد فورس، في ظل ان باري ألين هو اشهر تجسيد لفلاش والمستخدم الاصلي للسبيد فورس، بس مش اسرع متسارع في الكون. الشرف ده بيروح لخليفته والي ويست. على الرغم من ان باري انشأ السبيد فورس، والي ويست عنده اتصال اكبر معاها، قدر على توجيه سرعته بشكل مباشر من المصدر اللي يخليه اسرع من باري، غير انه تم منحه قدرات مش عند المتسارعين التانيين زي امتصاص الطاقه الحركيه، واتقال بشكل غير مباشر انه اسرع كائن في الكون المتعدد كله. بس كده، دي كانت كل حاجه اقدر اقولها لك عن اسرع 10 شخصيات في عالم دي سي. فلو عجبك الفيديو بقى وعايز بارت 2 منه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك عشان يشوفوه، والقاك يا صديقي في فيديو جديد.